بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح الورد ودعوات الخير التي لا ترد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الأخيار إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين أوله وآخره. المقطع اللي فات سألتكم عن هذا النبتة وكانوا اللي أفادوني بمعلومات، وللأسف ما هي نفسها هذه النبتة، وخاصة اللي قالوا لي نبتة ولا بذرة الخروع، ثمرة الخروع. هذه ما هيش تاع الخروع، لأنه الخروع يجي الحجم نتاعو قد حجم حبة الجوز قبل ما نكسروها لما تكون في القشرة نتاعها. شوفوا الحجم تاع هذا الثمرة جاي صغير قد حبة النبق كما راكم تشوفوا في يدي، ها قد الحبة تاع النبق. هذه شوفوا الحجم تاعها قد الحبة تاع النبق. هذه المرحلة الأولى نتاعها تنوض هكذا خضرة، ناضت لي 2 مرات. أثمرت في الصيف، في الربيع، ويبست ولات شوكية في الصيف، وما تثمرش، ما ديرش زهرة كما نقولوا حنا، ما ديرش زهرة لداخل. هذاك هو. دوك نوريكم الشكل النهائي تاع هذا. الشكل الأول تجي هكذا دائرية، هذه الورقة نتاعها. الشكل الثاني نتاعها تولي هكذا كما راكم تشوفوا هنا، تولي تطوال شويه، ما تقعدش دائريه وتبدا دير هذوك الاشواك. بصح شوف الاشواك تاعها هنا ما يضروش. ودرك نوريكم الشكل النهائي نتاعها، وان شاء الله ربما مستقبلا راح نعثروا على اللي راح يلقانا الاجابه نتاعها. الشكل النهائي نتاعها هي هذا، شوفوا معايا، نتحصلوا على هذا الشكل الدوري. شوفوا معايا، بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. هذا هو الشكل نتاعها الدوري. راح نبعدها لكم مسافه بعيده شويه باش تشوفوا الحجم نتاعها كي تعود صغيره هكذا. شوف هاني كي ندير على صباع يدي، ها هاني درت الشوك هذاك واسالي فيا صباع ايديا باش تشوفوا برك بلي الشوك يابس ومدبب. نزيد نوري لكم واحده اخرى عن قرب. هذه هي الشكل تاعها دوري، بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. جاي شكلها طويل، النبتة الشوكية الذهبية هكذا سميتها. ما بقى لي في الختام غير نقول لكم شكرا، كثر خيركم على التوضيح، ونشوفكم على خير ان شاء الله. اليوم راني نصور معاكم في صبيحة الجمعة، نقول لكم جمعة مباركة. تحيا فلسطين عاصمتها القدس الشريف. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي جميع المرضى، وربي يفرج على الجميع إن شاء الله، يا رب يرفع إن شاء الله الظلم على كل المظلومين. ونشوفكم على خير إن شاء الله. المقطع القادم إن شاء الله راح يكون حلو كيفكم يا سل. تبقوا على خير، نشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا جزيلا 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 لكل من أفادني بمعلومات. ربي يحفظكم دنيا وآخرة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. راح نوريهم لكم مرحلة مرحلة. هذه المرحلة الأولى تكون صغيرة قد حبة النبق. المرحلة الثانية راح نقتطع لكم حبة. هذه المرحلة الثانية نتاعها، هاي كيفاه دايرة، شوفوا معايا. المرحلة الثالثة هاي كيفاه دايرة، والورقه نتاعها ثاني راح نقتطع لكم ورقه وتشوفوها. وهذه النبته راهي مش نايضت لي في الارض، في بوكي برك في قصيص. هذه هي الورقه نتاعها، شوفوا كيفاش دايره من الداخل. يعني اللي هكذا وريت لكم بالتفصيل باش اللي يشوفها راح يعرفها ويفيدنا بمعلومات ان شاء الله. هذه ديرتها هنايا مع شوفوا كي يبسوا لي، درتهم هنا مع هذا الاوراق تاع الورد المجففه في علبه تاع بخور، سموه عود
هذا هو بخور عود. وفي الختام ما بقى لي غير نقول لكم هاو شوفوا حق كيفاش الساق نتاعها كيفاش نايض. حنوريها لكم. تجي هكذا على طرف على طرف البوكي وتجي نازله. شتو هكذا. هذه هي. في الختام ما بقى لي غير نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.